بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهارده المركز الكندي جاي بشغل تقيل ومكثف، عاملين محاضرات جميلة. الدكتور سيد الفقي والعائلة بتاعته وولاد اخته فاتحين المركز الكندي. حضرتك عرفنا معاليك الأول. إيهاب الجلاد رئيس مجلس إدارة المركز الكندي، وابن أخته الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله عليه. طبعا الدكتور ابراهيم اسم مسمع في مصر وكندا وجميع دول العالم، وحضراتكم خدتوا المسيره من وراه وبداتوا تشتغلوا على التنميه البشريه. هو جاب التنميه البشريه من بره ونشرها في مصر، وحضراتكم شغالين على نفس النمط وعلى نفس السير. تقول ايه حضرتك وانتوا ماسكين مركز بيبقى فيه اعداد قاده ومتدربين متميزين، وبعد كده بيطلعوا لسوق العمل يشتغلوا ويعلموا الناس. احنا طبعا بعد وفاة الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله عليه سنة 2012 خدنا على عاتقنا ان احنا نكمل المسيرة، ففي منا اللي كملها من الناحية الإدارية وفي منا اللي كملها من الناحية الفنية. فأنا طبعا قدرت وخدت المنظومة من الناحية الإدارية، وبنحاول بقدر الإمكان إن إحنا بنلف اليومين دول عشان داخلين على الذاكرة السنوية للدكتور إبراهيم في شهر 12، وبنلف المحافظات. يعني إحنا كنا في فترة قريبة في اسكندرية، الفترة الثانية كنا في القاهرة، الفترة اللي جاية يمكن إن شاء الله بإذن الله هنكون في دمنهور في الأسبوع اللي جاي أو اللي بعده. وحضرتك لكم جذور في السلوم أنا بشوف الدكتور فيه بيقولوا ناس من السلوم وليبيا والحتت دي. حاج سيد الفقي بعد وفاة الدكتور إبراهيم يعتبر هو عميد التنمية البشرية في مصر والوطن العربي. هو الكبير بتاعنا. هو الكبير بتاعنا، هو بيمشي واحنا بنمشي وراه. وهو مسمع في بنحاول بقدر الامكان ان احنا نكمل رسالة المرحوم الدكتور إبراهيم. قبل كده احنا حضرنا افتتاح قناة الفقي وكان فيه ناس كتيرة، وكان الكلام ده في التجمع الخامس، وبنشوف حاجات للفقي ان هم فعلا يعني انا ما عنديش خلفيه عن موضوع القناه، انما احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ احنا بنكمل مسيرة الدكتور إبراهيم الفقي، وده شيء جميل فعلا ان انسان مصري. ان انا اكون النهارده في المنصورة. يمكن انا اول مرة اجي، او المركز الكندي اول مرة يجي يعمل ايفنت هنا في المنصورة، فسعيد طبعا بوجودي في وسط الناس، وحاسس ان انا طبعا في وسط اهلي. لو حضرتك لاحظت مكتبة المنصورة بتيجي على النيل، يعني منظر المنصورة، اهل المنصورة ناس طيبين. حتى انا حضرتك ابني متجوز من هنا، وببقى اكون سعيد ومبسوط لما باجي زيارات، انما اول مرة اجي شغل. يعني انا اول مره اجي المنصوره كشغل. وعد منك ان الموضوع يتكرر، وان فعلا المركز الكندي يقدم شغل. المهم الناس النهارده فرحانين. لا انا شفت ناس بتكتب وتصور. يعني هنكون اضافه. يعني احنا لو ما حسيناش ان احنا اضافه للمحافظه خلاص. لا اكيد طبعا حضرتك اضافه، وحضرتك مشرفين الدنيا. العلوم اللي اتعلمناها من الدكتور ابراهيم لاهل المنصوره ان شاء الله. ودايما يا رب العلم دايما في تطور وفي جديد، وانتوا مدام خدتوا على عاتقكم انكم تقدموا دايما الجديد والعديد. احنا سعداء بيكم في ارض المنصوره، وكل سنه وعليك طيب. وعائله الفقي دايما منوره الدنيا واسمها مسمع في العالم كله. النهارده نحتفل بيه كلنا، ان هو يكون اول يوم ما يكونش اخر يوم ان شاء الله، ويكون ان شاء الله دايما مروحه وهي مبسوطه وسعيده. اهل المنصوره بيحبوا العلم والتعليم. ولو حضرتك لاحظت المكتبه دايما مشغوله ال 24 ساعه في ال 24 ساعه، لان المنصوره فعلا عاصمه الجمال، واحنا سعداء بكم في المنصوره. سعدت معاليك.